مشاهدينا الاعزاء، ومن داخل جامعه مدينه السادات وكليه السياحه والخدمات في جامعه مدينه السادات، وجدنا ان نلتقي بالاستاذ الدكتور هيثم السلطوطي عميد معهد التجربه للمعهد العالي للسياحه. اهلا بك دكتور عزيزا غاليا علينا. دكتور هيثم، يعني كلمنا عن مشاركتك في فعاليه اليوم المتميزه لفنادق جامعه السادات وهو الملتقى الطلابي الاول. والله طبعا مبادرة رائعة من السياحة جامعة السادات ان يكون في ملتقى لطلاب السياحة على مصر كلها. واحنا يعني حظ متكرمين واخدين مراكز، في طالبه واخده المركز الثالث وفي طالبه واخده المركز الثاني في الفعاليات بتاعه المسابقه بتاعه النهارده. الفرصه حلوه جدا طبعا ان احنا نلتقي بالزملاء هنا ونشارك في فعاليه فيها طلبه من كل الكليات والمعاهد، ده حاجه كويسه. دكتور هيثم، يعني شايف الشراكات اللي بدأت تحصل ما بين كليات السياحه والفنادق على مستوى الجمهوريه، شايف ده ازاي؟ مهمه جدا، حاجه مهمه جدا طبعا، وهي يعني بنقل الخبرات ونقل التخصصات من مكان لمكان، والتعاون في تخصصات جديده. ممكن يكون في شق تعاون في كليه وكليه ثانيه، حد من اعضاء يدرس هنا وهنا، فحاجه رائعه جدا. والبروتوكولات دي يعني هي نمط من انماط التعاون الاكاديمي في جامعات بره مصر، وكويس ان احنا ننقلها لجوه مصر، ده حاجه كويسه. دكتور هيثم السلطوطي، يعني انتم الخبراء في مجال السياحه كما يقولون، طمنا على مستقبل السياحه في المرحله القادمه، لا سيما وان الدوله الان بتتجه لفتح المقاصد السياحيه وتطويرها والقاهره التاريخيه واعاده هيكله السياحه من جديد في مصر. والله يعني السياحه مطمئنه جدا في مصر. مصر خلاقه ومبدعه، ومن غير تخطيط يعني هي مصر جاذبه لكل انواع السياحه في كل العالم. فما بالك لما يكون في تخطيط يعني من الآونة الحالية، يعني ومن سنوات بدأ يتصدر المشهد متخصصين، والمتخصصين دول بيكون ليهم رؤية بناء على دراسات أكاديمية، فبتظهر الكلام ده مردودها على المجال بشكل واضح جدا. المتخصص بيحط رؤية، الرؤية دي ليها قواعد اوريدي، سواء في التسويق السياحي، في الدعاية السياحية، حتى في حاجات بسيطة. يعني حاجات بسيطة ممكن ما يلاحظهاش من خارج المجال، لكن نلاحظها او يلاحظها اللي شغال في المجال. لما يكون استاذ ايجيبتولوجي مثلا في موقع معين في وزاره السياحه، فبيفتح ديستنيشن جديد، بيفتح مكان جديد، مقبره جديده، بيعمل خط زياره جديده. يعني انا عشان ده تخصصي فلازم هكون يعني متحيز للكلام دوت، وده بيفرق جدا، ده بيفرق جدا. وده يمكن لاحظنا دوت انا يعني، يمكن المصريين المشاهدين لاحظوا الكلام دوت في الفعاليات اللي اتعملت مؤخرا، زي المومياوات الملكيه، نقل المومياوات من التحرير لمتحف الحضاره، وزي افتتاح طريق الكباش. ده كان وراه مجموعه كبيره من المتخصصين، من العقول العلميه المصريه، ولم يكن يخرج بالشكل ده غير بده. طبعا مردود ده ايه على رائع، مردود ده رائع جدا، وده شكل من اشكال الممارسات المتخصصه الاكاديميه اللي بتتعمل بره مصر. يعني بره مصر بيعملوا كده، المتخصصين بيتصوروا المشهد، بيرسموا السياسات العامه في الوزارات، في السياحه او في غيرها. فلما بدانا ننقل ده في مصر طبعا جاب مردود كبير، واكيد حضرتك والمشاهدين والناس كلهم انبهروا وشافوا الموقف بتاع نقل المومياوات والاحتفاليه بتاع طريق الكباش، ولدرجه ان يكون في اغنيه بتتعمل باللغه المصريه القديمه، ما دي بيعملها متخصص. فدي المقدمات دي تقول ايه؟ تقول ان السياحه في مصر بخير، وبخير كبير كمان. دكتور هيثم السلطوطي، كنت واكل علينا كل الشكر والتقدير لحضرتك، ومزيد من التفاؤل. شكرا جزيلا، شكرا، سعدت بحضرتك والساده المشاهدين، وشكرا جزيلا. شكرا.